السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مرة تانية في أميرة برو أكاديمي، وده الدرس الثالث من كورس أدوب بريمير برو من الصفر للاحتراف. والنهاردة هنعرف يعني إيه بروجكت ويعني إيه سيكونس، وإزاي نبدأ شغلنا من غير أي لخبطة. خلينا نبدأ بأبسط حاجة. بروجكت إيه هو البروجكت؟ هو ملف اللي بنجمع فيه شغلنا كله، يعني الملف اللي بنحط فيه الفيديو والصور والصوت والتايم لاين والاعدادات والتولز، كل اللي قدامك ده بالفولدرات اللي موجودة بالمسارات اللي احنا بنعملها، كله اسمه بروجكت. يعني البروجكت مش هو بس الفيديو، لا، البروجكت اللي هو الملف الكبير اللي فيه كل شغلنا بالفايل بتاع البريمير نفسه. كل الشغل ده اسمه بروجكت. طيب، واي شغل في البريمير لازم يكون ليه بروجكت. طب دلوقتي السؤال بقى، احنا عرفنا يعني ايه بروجكت، طب ايه هو السيكونس؟ السيكونس المكان اللي بنركب فيه الفيديو، يعني التايم لاين نفسه، هو ده السيكونس اللي احنا ايه بنقول عليه. يبقى البروجكت كل شغلنا الفولدر اللي فيه كل حاجة بالبريمير بتاعي بكله. السيكونس بقى اللي هو التايم لاين اللي احنا ايه بنركب فيه الفيديو وبنعدل فيه الصوت والشغل بتاعنا كله، يعني اللي جوه التايم لاين ده اسمه سيكونس. يبقى البروجكت ممكن يبقى فيه سيكونس واحد او اكتر من سيكونس. يعني انا مثلا هنا تعال نحط اي حاجة، مثلا يعني احط الفيديوهات اللي احنا مثلا نحط فيديو زي ده مثلا جوه البريمير، ونحط لنا مثلا اي ايمج، بلاش دول، خلينا مثلا ايه نحط اي افكت من دول. طبعا الافكت ده عبارة عن فيديو، انا طبعا بعد ما يعني بضيفه على الفيديو يعني على التراك في التايم لاين، ببتدي برضو اعدل في الالوان وكده، وانا هوريكم ازاي يعني احنا بنشتغل في الموضوع ده. طيب تعالوا نشوف، مثلا ممكن نحط نفس الصورة بتاعت المرة اللي فاتت. يبقى عندنا احنا فيديو، تمام. طبعا عشان اعمل سيكونس بمنتهى البساطة بسحب واحط. يعني انا دلوقتي لو عملنا كنترول زد كده نلغي. طيب ده دلوقتي يعني انا دلوقتي لما باجي اعمل سيكونس، مجرد ان انا بشد اسحب الفيديو كده واسيبه على التايم لاين، اسيب كده، ده كده انا عملت سيكونس. يعني الجزء ده ايه؟ سيكونس. طبعا السيكونس ده واخد نفس اسم الفيديو اللي انا ضفته، اللي هو ايه؟ سيركل افكت. عايز اغير اسمه مفيش مشكلة، اقف عليه واغير الاسم. لو كان كده والاسم مفيهوش مشكلة، خلاص نكمل بالاسم ده. اوكي، يبقى انا كده عملت ايه؟ سيكونس. يبقى انا معنى الكلام بتاعي ان البروجكت ده عبارة عن او زي شنطة فيها كذا سيكونس. يبقى السيكونس ده كراسة الشغل اللي حاطينها جوه ايه؟ البروجكت. يبقى انا معنى ذلك ان البروجكت ممكن يبقى فيه سيكونس واحد او كذا سيكونس. تعال نضيف سيكونس تاني. احنا قلنا طريقة اللي احنا ايه بنسحب وبنسيبها على التايم لاين وتعمل لي ايه؟ سيكونس زي ما انتوا شايفين. طيب في طريقة تانية؟ في طريقة تانية. ممكن اقول هنا عندي الايقونة اللي تحت دي، بضغط عليها بيطلع لي لستة، بنختار ايه؟ سيكونس. هنا بقى السيكونس ده بحدد المقاس زي ما انا عايزة. هنا المفروض بحدد مقاس الطول والعرض هنا وهنا، وعندي او هنا عندي مثلا ممكن اختار المقاس من هنا. لو انا عايزة اختار من المقاسات الموجودة بدوس اوكي، يبقى انا كده برضو عملت سيكونس. يبقى انا عندي ادي البروجكت اهو فيه 2 سيكونس، اللي هي سيركل افكت، والتانية اسمها ايه؟ سيكونس 1. ممكن احط الفيديو عندي صورة مثلا كده واطولها، تمام، واحط الافكت بتاعي فوقيها اللي انا كنت
مختاراه. طبعا انا ايه لازم يعني انا عايزه ابتدي من بدايه التايم لاين من هنا، اشد الفيديو كده واسحب لحد الاول اهي. انت لو جيت بصيت اهي، طبعا ممكن ان انا اقف عليها، وعندي هنا في الخانه بتاعت الاوباسيتي زي ما انت شايف كده، الاوباسيتي اهي. ممكن العب في البلند مود. ايه البلند مود ده؟ ده بيبقى طريقه ان انا اغير بيها ال الاشكال، يعني اعمل دمج بين الفيديو اللي فوق والفيديو اللي تحت زي ما انتوا شايفين كده. ممكن زي ما انتوا شايفين كده ممكن ان انا اغير. تمام كده انا بغير الايه طريقة الدمج بينها وبين الفيديو اللي تحتها. يعني نشوف عندي حركة، هقلل ده شوية، حاسة كبير قوي. اعمل عرض بس كده زي ما انت شايف كده. كده اكبر زي ما وريت لكم قبل كده. ممكن نكبر الفيديو زي ما احنا عايزين اهو. كأني ايه بعمل افكت كده فوق الفيديو. تمام. طيب طبعا نصيحتي ليكم دايما لازم نسمي السيكونس علشان لو مشروع كبر ما نتلخبطش. سميه اسم واضح بالنسبة لك علشان يبقى سهل عليك ان انت ترتب شغلك. ان انت طول ما انت قاعد بتشتغل هتلاقي نفسك الشغل بيزيد، مش هيبقى مجرد بس الكام فيديو اللي موجودين او يعني التايم لاين هتلاقي مليان تفاصيل كتير. فانت دايما ظبط شغلك بحيث ان انت تعرف ايه ترجع له تاني. تمام. طبعا انا هستفيد ايه من ان يبقى عندي كذا سيكونس؟ برضو محتاج مثلا انا جه مثلا عميل عندي عايز يعدل مثلا في شغل. تمام. فانا مش هينفع ان انا اجي واعدل في الشغل وبعدين يجي بعد كده العميل يقول لي طب ما لا نرجع تاني للي قبل كده. طبعا لازم في منتهى البساطه اعمل دبليكيت. يعني مثلا عندي السيكونس ده انا اللي هشتغل فيه، المفروض اعدل فيه، اعمل دبليكيت منه او اضغط عليه كليك يمين واقول دبليكيت. تمام. يبقى عندي ايه كوبي منه عشان في اي وقت العميل طلب مني ارجع للتعديلات القديمه يبقى عندي. طبعا منتهى البساطه ادوس دبل كليك لو انا عايزه افتحه اهو ظهر عندي في الايه في التايم لاين اهو. بص عندي ايه دلوقتي؟ انا عندي 3 سيكونس. يبقى خلينا نثبت المعلومه. البروجكت اللي هو ملف الشغل كله، والسيكونس اللي هو التايم لاين اللي بمنتج عليه، ده اسمه سيكونس. طيب اي مونتاج بيحصل جوه السيكونس مش جوه البروجكت، مش جوه البروجكت مباشرة. يعني احنا خدنا كده البروجكت والسيكونس. عايزين بقى نرجع لقصة البروجكت بانل. احنا دلوقتي محتاجين نفهم التفاصيل اللي موجودة في البروجكت بانل اللي هي دي. احنا قلنا قبل كده ان ده مخزن الشغل بتاعنا كله، وطبعا بيبقى قائم على المسارات. هو مجرد ان هو مش بيتعمل امبورت، لا هو بيعمل مسار للشغل ده. يعني انا لو عدلت في اي حاجة، لو الفوتو دي، لو انا الصورة دي جيت عدلت فيها، فتحت كده الصورة دي وعدلت فيها ايا كان التعديل، فتحت مثلا في الفوتوشوب مثلا كده وعدلت اي تعديل، زي مثلا ان انا ممكن نقول فرضا ان انا عدلت تعديل زي ده مثلا، عملتها مثلا ابيض واسود ودوست اوكي، سيفت مثلا الشغل ده، باجي عند البريمير ابص الاقي ايه التعديل ده حصل فيه. ممكن برضو في نفس الوقت الفيديو نفس الكلام. يعني انا لو عندي فيديو وعدلت فيه ايا كان التعديل ده، غيرت في لون، غيرت في اي فيديو، سميت مثلا، خدت فيديو وسميته بنفس الاسم وربلست عليه، هيتربلس برضو جوه البريمير. هنا هتلاقيه مختلف. طبعا انا هرجع عشان الشكل صعب جدا، ماشي، وسيف. لما ارجع تاني للبريمير هتلاقيه ايه اتعدلت مجرد ما يسيف الشغل. طبعا لما يسيفش المفروض ان انت ايه تفتح تسيف الشغل بتاعك
تفتحه مرة تانية، او لو ما عملتش اي تغيير في شغلك ممكن انت تقفل من غير ما تسيب. طيب انا هسيب دي كده زي ما انت شفت تعدل لوحده. نرجع تاني للبروجكت بانل. هنا احنا في البروجكت بانل بنرتب شغلنا كله، بنحط الفيديو والاوديو والايمج والسيكونس، طبعا السيكونس كمان نحطه. البروجكت بانل مش بتحفظ الملفات جوه البرنامج، هي بتعمل ريفرنس زي ما قلنا للمكان اللي موجود فيها على الجهاز او الهارد بتاعنا. ايه بقى اهم الاجزاء في البروجكت بانل؟ عندي هنا البنز ده اللي هي الفولدرات اللي بنحطها جوه البرنامج. يعني احنا ممكن نعمل فولدر ونسميه مثلا فوتو، نحفظ فيه الصور. هنحط مثلا ادي الصورة، مجرد ما نشدها ونحطها جوه الملف اهي دخلت جوه الملف. ممكن نعمل فولدر تاني، هنقول نيو بن ونسميه فيديو، ده نحط فيه الفيديوهات بتاعتنا. تمام، فين الفيديو ده؟ انا عندي ده الفيديو اهو، حطه هنا. تمام، ممكن نعمل سيكونس برضو، حتى السيكونس يعني ممكن انا اعمل سيكونس، ممكن حتى اكتب اسم مختصر او مثلا ايه CEQ، مش لازم اكتب الاسم كله، بس اهم حاجة اكون انا فاكرة. ماشي، ادي سيكونس، هنحط كل السيكونس بتاعي جوه الفولدر اهو، اعلم على ده كله. في سيكونس تانية مفيش، هنحطه شده كده ونحطه، ادي ايه السيكونس. وفوتو هنا ده كمان فيديو، احطه في ايه في الفيديوهات. يبقى انا كده عملت لكل حاجة فولدر. ممكن كمان اوديو، لو انا عندي صوت هحط مثلا فولدر للصوت. المهم كل حاجة اسميها. طبعا ده من خلال ان انا بدوس نيو بن واروح ايه مغيرة اسم من البروجكت بانل. ممكن ان انا نيو بن اجيبها من هنا برضو، هضغط في اي حتة كليك يمين وادوس ايه نيو بن، برضو هيعمل لي نفس الفكرة. تمام، عايزة الغيها دي زيادة مثلا عندي مش محتاجاها، دوس عليها وادوس كلير تتلغي. طيب طريقة عرض الملفات جوه البروجكت بانل، عندي في حاجة اسمها ليست فيو. لما اجي ادوس هنا دي بتديني الشغل محطوط زي ما انت شايف كده، مجرد زي لستة. طيب في اللي جنبها دي ايه؟ اللي جنبها اللي هي الايكون فيو دي، لما بدوس عليها بيديني ايه؟ بيديني شكل حاجة ايقونات كده زي ما انت شايف. طبعا انا عايزة ارجع تاني بدوس على الايقونة دي، انا طبعا عملت دبل كليك. بص الشكل، الفرق بين الليست فيو والبروجكت بانل مجرد عرض الشكل. طبعا انا لو عايزه اشوف اللي جواها بدوس دبل كليك وادخل، يديني ايه اللي موجود جوه الشغل بتاعي. تمام، وما اعرفش هو حطه كذا مره ليه، بس ممكن نكون احنا عملنا دبل كليك لشغلنا. يعني مثلا الدبل كليك اهو، دخلت جوه الفولدر اهو في الشغل بتاعي معمول زي ما انت شايف كده. لو دوست هنا لستة هيبقى لستة، لو دوست هنا هيبقى ايه، يعني هي مجرد طريقة للعرض. وانت لو الاحسن انا بفضل الليست عشان بتبقى اسهل لي، وطبعا ببقى عارفة الاسم بتاعي. ولو حبيت استعرض الموضوع هدوس دبل كليك وهيبان لي هنا في الجزء اللي فوق ده اهو. تعال نعرض اهو، شايف في الجزء بتاع السورس او اللي هي البانل بتاعه السورس بانل، بعرض واتفرج على ايه الفيديو. تمام، وارجع تاني، يعني انا عايز ارجع برجع من هنا ايه من الايقونه دي كده، وادي رجعت. طبعا هرجعها تاني للليسته، ده اسهل لي. تمام، في ايه تاني؟ في السيرش. عندي هنا انا ممكن طبعا احيانا بيفضل الشغل يزيد، فانت بتبقى عندك ملفات كتير جدا، فانا مش محتاج كل واحد ارجع افتح كل واحد من دول وادور على الملف بتاعي. لو انا حافظ اسمه هكتبه هنا واطلعه. يعني مثلا انا عندي صورة اسمها فوتو
بدوس هنا بتطلع لي زي ما انت شايف كده عندي فيديو اسمه MD. مجرد ما احط الاسم هنا بيطلع لي على طول، يتفتح الفولدر بتاعه ويطلع لي بدون ايه، بدون ما اقعد ادور عليه. طبعا بيطلع لي كل الملفات اللي بنفس الاسم او شبيهه. طبعا انت ممكن تدوس ام بس، يعني مثلا ممكن انا كده لو مش فاكره بقيت هدوس ام يطلع لي كل حاجه مكتوب فيها ايه الام دي. طبعا هنا انا بقدر اكبر واصغر. احنا قلنا قبل كده زي ما اتفقنا ان احنا لما نيجي نعمل امبورت بنختار يا اما من فايل ونعمل امبورت ونحدد الفيديوهات او الشغل بتاعنا اللي احنا عايزين ندخله مثلا كده ونقول دوس اوبن، او ان احنا نقف على الفولدر زي ما انتوا شايفين كده، نقف على الفولدر زي ما انتوا شايفين كده ونسحب ونحط الحاجة اللي احنا عايزين نضيفها، يا اما اسحب واسيبها جوه البن المناسب. يعني انا الفيديوهات اهي اعلم عليهم كده وادخلهم جوه الفيديو، جوه فولدر فيديو، او ان انا اعمل رايت كليك زي ما انتم شايفين من هنا وبرضو هلاقي كلمة امبورت وادوس عليها واختار ايه الشغل بتاعي واعمل له امبورت. خلي شغلك دايما كل حاجة تبقى جوه بن عشان تعرف توصل لشغلك بسهولة. برضو احنا قلنا بالنسبة للسيكونس احنا ممكن نعمل من فايل ونعمل نيو سيكونس من هنا، وطبعا اديله اسم زي ما قلنا، حدد هنسمي الاسم بتاعه وسميه اي اسم، اسميه مثلا خليه مثلا نسميه S1 هيظهر لي اهو، احطه مثلا في السيكونس هنا، او ان انا زي ما اتفقنا نسحب ونحط على التايم لاين وبرضو ده ايه يديني يعمل لي سيكونس. طبعا احنا كل السيكونس اللي احنا عاملينها بالعرض. طب ازاي نعمل سيكونس بالطول؟ نفس الفكرة برضو، هدوس ممكن اعمل سيكونس جديد من هنا، انا افتح شوية كده عشان يطلع لي اعمل سيكونس جديد. طبعا انا عايزة شغلي يبقى بالطول، طبعا هنا هعكس اخلي بدل واحط هنا دي ايه تبقى دي هنا 1080، اعدل هنا وادوس ممكن اكتب مثلا هنا اسميه تيك توك، دوس اوكي. طبعا عملهولي طولي زي ما انت شايف كده، دي المقاس اللي بنعمله للتيك توك او الريلز، بيبقى المقاس العمودي غالبا ب 1080 في 1920. طبعا هنا بمجرد ان انا عملت السيكونس ابتدي بقى اشتغل فيه زي ما انا عايز. احط طبعا انا باجي اضيف اي حاجه بيديني ايه الرساله، بيقول لي هي تشينج سيكونس سيتنج، هتغير الاعدادات بتاعه المقاس بتاع الفيديو للاعدادات بتاع الفيديو اللي انت حطيته، يعني المقاس بتاع البروجكت هتغيره للاعدادات نفسها اللي بتاعه الفيديو. ممكن اقول له لو دوست تشينج سيكونس هيغير لي الطولي ده لعرضي، فانا هخليه اقول دوس ايه كيب existing setting عشان مش عايزه اغير، انا عملته مظبطه المقاس على اساس ان انا اشتغل فيه بنفس الايه المقاس ده. حطيت طبعا الفيديو، ابتدي اغير انا اي حاجه عايزاها هنا، او مثلا اضيف فيه مثلا فوقيه تكست. طبعا مجرد ما اختار التكست واضغط وابتدي اكتب اي حاجه هنا، اقول مثلا ايه هنسميه ريل 1. وطبعا بختار
من هنا واشوف الاعدادات بتاعته. ممكن ايه اغير هنا، اكبر او اصغر، اسحبه واخليه في النص كده، او زي ما انتم شايفين بالماوس اقدر ان انا اقف على الجنب واغيره. طبعا لو عملت كده دبل كليك وعلمت على الكتابة، اقدر ان انا افتح البروبرتيز بتاعتي هنا واعدل الفونت مثلا. هنا في تعديل الفونت، اغير في الفونتات. طبعا انزل بالسكرول لو عايزة انزل اختار مثلا الفونت ده كويس. عايز مثلا هنا اغير لونه براحتي، هنا الفيل اغير لونه بس خليه اصفر او ايا كان اللون. ماشي. هنا طبعا ده الفيل وده الستروك اللي هو ايه الاوت لاين الخارجي. لو انا علمت كده هتلاقي ايه الكتابة عندك بقت ايه جوه اصفر وبره ابيض. يعني تعالى نقف بره كده اهي زي ما انت شايف. ارجع تاني. طبعا انا عشان دوست في حتة فاضية فانا مش عايزة ايه طبعا التكست كل لما تدوس في حتة هتلاقي نفسك ايه ضفت تكست، فانا مش عايزة ادوس في اي حاجة. نعلم على التكست كده. ممكن اخليه بقى العب في الاعدادات، اخليه في النص، خليه من الشمال لليمين، من اليمين للشمال. الكتابة طبعا الفرق بين الايقونة دي والايقونات دي مختلف تماما. يعني هنا الفكرة في ايه؟ الفكرة ان هو بيخليك مثلا ايه انا دلوقتي بكتب انجليزي، فالمفروض الكتابة تبقى ماشية او جاية من الشمال لليمين، فانا هعلم على ده. تمام. وطبعا ايه انا محتاجة ان انا اعدل مكانه هنا طبعا ايه عشان يبقى سهل عليا ان انا لما اكتب والكلام ايه يروح ويجي معايا صح، بدل ما ابقى كاتبه الانجليزي بالعربي يبتدي الحروف من اليمين الشمال وهي بالانجليزي. لا، يبقى من الاول احدد ان انا لو بكتب بالانجليزي هعلم على ده، ولو بكتب بالعربي هعلم على ده، وبعد كده هعدل في دول براحتي زي ما انا عايز. تمام. عندي ايه تاني؟ في حاجه هنا اسمها باك جراوند. دي الباك جراوند الخلفيه بتاعه الكتابه، وممكن من هنا ابتدي ايه اخليها خفيفة يعني شفافة، العب في الاوباسيتي بتاعتها، اخلي هنا يتعمل لها يعني زي ايه تبقى عريضة شوية لبره، وهنا ممكن اعمل لها كيرف كمان. بص هنا الكيرف بتاع الكتابة. طبعا تغيير الالوان ممكن مش عاجبني اللون اغير لون تاني زي ما انا عايز، برضو زي ما انا عايزة اغير اللون. في هنا برضو ده الشادو، ممكن لو انا محتاجة اعمل ظل بعمل للكتابة. يعني بص الكتابة ظهر لها ظل ايه، ظهر لها ظل تحت الكتابة. غير لونه ايا كان، او بص مغير لونه، انا بختار اي لون عشوائي. انا اهم حاجة بس ايه تبقوا فاهمين، يعني مثلا اللون يبقى واضح يعني اهو شايف. تمام. وطبعا انا ممكن الشادو نفسه اعمل له opacity يبقى الظل بتاعه ظاهر او لا، اعمل له زاوية. يعني بص هنا زاوية، بختلف الزاوية، الظل يبقى لفوق او لتحت زي ما انت عايز. ادي زي ما انت شايف كده. هنا اعمل له زي فيزر، يعني اخليه زي ايه مدي بلور كده شوية كده. احنا عملنا بروجكت صح وعملنا سيكونس من غير تعقيد. في الدرس الجاي هنبدأ اول حاجة مونتاج فعلا، وهنفهم التايم لاين. حاليا احنا اتكلمنا على البروجكت بانل. المرة الجاية هنتكلم بالتفصيل على التايم لاين والتراكس، ونركب اول فيديو. اشوفك في الدرس الجاي.